السلام عليكم، كيفتوما؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ الصحة لاباس وما مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مره اخرى مع شهوة هنيدة. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غنوجد معكم هاد الرغيفات معمرين باللوز. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. غادي نبداو بالمقادير د العجينه. عندي هنايا 500 غرام د الطحين، اي نص كيلو الطحين، وعندي فتيوته د الخميره د الخبز معجونه، عندي معلقه صغيره د الملحه، معلقه كبيره د الزبده لينه، عندي 4 كاس د الحليب بارد عادي، وعندي 2 معالق كبارين د العسل، وعندي هنايا 200 غرام د السميده رقيقه. وغنحتاجو الماء باش نجمع العجينه، الماء عادي بارد. بسم الله. دابا غادي نبدا نعجن العجينه ديالي. غادي نعمل السميده مع الطحين. هاد السميده عندي رقيقه كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيد ديك معلقه صغيره د الملحه، غنزيد داك فتيوته د الخميره معجونه، وغادي نزيد داك 2 معالق كبارين د العسل. العسل هو السر باش كيجيونا الرغيفات محمرين فيهم ديك التحميره مزيونه في الاخر. السر هو العسل، وكيعطي المذاق مزيون في العجينه. دابا غادي نزيد داك 4 كاس الحليب اللي عندي. هاد معلقه الزبده غادي نخليها من بعد حتى ندلك العجين ديالي مزيان، عاد باش ندخل فيه ديك معلقه الزبده. صافي. هنايا كنجمع العجين ديالي بالماء، الماء عادي بارد. نحاولوا العجينه نطلعوها قصحه شويه، ونعجنوها مزيان وندلكوها مزيان بداك العجين ودلك باش غترطب لنا العجينه. نبقاو نزيدو في الماء شويه بشويه حتى تجمع لنا العجينه. صافي. دابا غنبقى نعجن فيها وندلك، ندلكوها مزيان. هاد الرغيفات كيجيو مزيونين في المقله. هاد الرغيفات المقله كيجي مزيونين في المنظر، كيجيو هماويين، وحتى المذاق كيجي فيهم غزال مزيون. صافي. هنا كندلك العجين ديالي مزيان. صافي. ملي كندلكوها مزيان دابا غنزيد داك معلقه الزبده، ونحاول ندخل ديك الزبده في العجينه. صافي. دابا غادي نخليو العجينه ديالنا ترتاح، غنغطيوها بواحد الميكا وغادي نخليوها ترتاح شويه عاد باش ندوزو نكوروها. دابا بشويه د الزيت غادي نبدا نعمل كويرات. انا هنا بغيت الرغيفات ما يكونوا ماشي كبارين بزاف وماشي صغارين بزاف، مواسطين بحال هيدا. صافي. وغادي نخليهم يرتاحوا، غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا وندوزو باش نشوفوا الحشوه. هذاك اللوز غادي نخلط مع الخميره، سكر فاني وسميده ومايزينا، غادي نخلطوهم مزيان. صافي. ملي كندمجوا لنا العناصر كاملين مع بعضياتهم، دابا غنبدا نطلق العجينه ديالي من بعد ما ارتحت مزيان. شوفوا العجينه كيف كتعطينا الطعم ملي كتكون مدلوكه ومعجونه مزيان، كتعطينا الطعم في الخدمه وما كتقطعش نهائيا. دابا غادي نبدا نورق بالزبده اللي عندي. هذيك خليط عندي بين الزبده والزيت، ولكن كميه الزبده عندي زايده على الزيت. غادي نعملو داك الخليط د اللوز. صافي. ونبدا نطوي الرغيفه ديالي عاديه، وفين ما كنطوي كنزيد الزبده ونزيد اللوز.
صافي غادي نخليها ترتاح وغنزيد معكم واحده اخرى بنفس الطريقه حتى نكمل الرغيفات ديالي كاملين. من بعد ما كيرتحوا لنا الرغيفات ديالنا كنقرصوهم واحد فتيوته، صافي كنسخنوا البلانشا وكنطيبوهم عادي بحال اللي كنطيبوا الرغيفات ديالنا دائما. الرغيفات ديالنا من بعد ما كيطيبوا شوفوا ديك التحميره كتجي فيهم غزاله، والسر هو ديك العسل اللي كنعملو في العجينه هو اللي كيعطيهم هاد التحميره هادي. انا غادي نقدمهم على هاد الشكل هذا، يمكن لكم تقدموهم حسبيين عاديين. انا غندهن فيهم العسل وغندردش عليهم من الفوق اللوز ايفيلي عندي محمرته في الفران. صافي وغادي نقسمها على جوج. غادي نقدمهم على هذا الشكل هذا. هادو هما الرغيفات من بعد ما كيوجدوا، ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. كيجيو لذاذين بزاف بهذاك اللوز اللي عندنا مطحون بالقشور من الداخل، كيعطيهم واحد المذاق غزال من الداخل. غادي يعجبوكم ان شاء الله. اذا عجبتكم الوصفه وعجبكم فيديو اليوم ما تنساوش تخليو لي جيم وشي تعليق مزيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في وصفه اخرى ان شاء الله وفيديو اخر.